معلومه على الماشي هتنفعك في مطبخك وهتخليك شيف مش طباخ. صوص الريكفورد وانت بتعمله ما تكسرش المثلث بتاعك في الكريمه وتسيبه على النار. خد التكه دي من اخوك، سيح المثلث بتاعك في طاسه دافيه على النار، وبعد كده انزل بالكريمه وسيبهم على النار هاديه، وهو خارج اديله سن بيستو. الصوصات البني زي المشروم والبيبر والمستردة واي صوص بني عندك، قبل ما يطلع وتغرفه على الطبق اديله مكعب زبده هيلمع معاك الصوص وهيربطه. الفلفل الالوان وانت بتعمله على النار ما تحطوش في اول الاكل، هيدبل وهيبته هتروح. حطه في اخر غلوه على النار، هيطلع شكله حلو وهيجرنش معاك الطبق بتاعك او الطبخه بتاعتك، والزبون هيحس بالقرشه بتاعته. الفلفل الاسود بتاع صوص البيبر وانت بتحمصه على النار ما تحطوش كتير على النار، يا دوبك يتلف لفتين في طاسه دافيه، اول ما يدخن منك ارفعه، لو قعد اكتر من كده هيمرر معاك الصوص. الجبنه البارميزان وانت شغال بيها اشتغل بيها فريش، يعني تتبشر على المكرونات وهي طالعه، ولو هتستخدمها في السلطات كشيبس برضه تتبشر وفريش عشان تحافظ على الملمس والطعم بتاع البارميزان. السمك، كل انواع السمك ملهاش درجات تسويه، النوعين بس اللي لهم درجات تسويه، السلمون والتونه، يعني ممكن يطلبوا منك ميديوم او ويلدن او ميديوم رير او ايا كانت التسويه اللي الزبون هيطلبها. الفراخ ملهاش درجات تسويه. لو عجبتك المعلومات اكتب لي رايك في التعليقات، بشوف التعليقات وبرد عليها بنفسي. رحله طعم مش مجرد وصفه. تابعني عشان اللي جاي ألذ.